مساء الخير. يندر أن نجد عائلة لبنانية واحدة دون أقارب أو أهل أو معيل في دول الخليج والمملكة العربية السعودية. فاللبناني الذي ضاقت به سبل العمل والعيش بكرامة في بلده هاجر لغد أفضل، إلا أن لعنة الوطن الممزق تبعته إلى حيثما ذهب. مجلس التعاون الخليجي يقرر اتخاذ إجراءات تستهدف المنتسبين لحزب الله بإقاماتهم ومعاملاتهم التجارية والمصرفية، ما يعني عمليا ترحيلا استسهابيا لمن يعتقد أنه مع الحزب. وبدأ الهمس أيضا أن القرار المؤسف قد يطال أيضا شرائح أخرى متحالفة مع حزب الله. العدد نحو نصف مليون لبناني، نصفهم تقريبا في المملكة العربية السعودية وحدها، يحولون إلى اقتصادنا الريعي للأسف أيضا أكثر من 6 مليارات دولار. كيف سينفذ هذا القرار؟ من هم المستهدفون؟ ما هي المعايير كي لا يظلم البعض لأنهم فقط شيعة أو لأن حظهم العاسر حملهم جواز سفر لبنانيا؟ هل تشير قرارات مجلس التعاون هذه، مضاف إليها طبعا قرار منع رعاياها من القدوم إلى لبنان، هل تشير إلى عقاب جماعي للبنانيين؟ وما الهدف؟ هل هو انهيار لبنان الاقتصادي والأمني أو تغيير سلوك حزب الله؟ في المقابل، إلى أي مدى سيذهب حزب الله في دفاعه عن قرار القتال في سوريا؟ وهل تتكرر حادثة استشهاد هاشم السلمان؟ على ماذا يعول المستشار العام لحزب الانتماء عندما يدعو إلى التظاهر مجددا أمام سفارة إيران، سفارة ولي النعمة وليس مجرد الولي الفقيه؟ في هذه الحلقة مشاهدينا نتابع قرار مجلس التعاون الخليجي وتداعياته على لبنان، ومعنا ضيوف هذه الحلقة السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري. مساء الخير سعادة السفير. مساء النور. كما أهلا بك. سينضم إلينا لاحقا من المملكة العربية السعودية عضو مجلس الشورى السعودي السابق دكتور محمد الزلفة، ومن منزله في الحزمي المستشار العام لحزب الانتماء الأستاذ أحمد الأسعد، ومعي هنا في استوديو رئيس هيئة تنمية العلاقات السعودية اللبنانية في غرفة بيروت أستاذ إلي رزق. أهلا وسهلا بك أيضا أستاذ رزق. بداية معك سعادة السفير، هل صحيح أن دول مجلس التعاون الخليجي والسعودية قد بدأت فعلا بإنجاز لوائح للبنانيين يعتقد أنهم ينتمون إلى حزب الله أو مناصرين للحزب لترحيلهم في وقت قريب؟ أولا دعيني أؤكد ما سبق وأن ذكرته في عدة مقابلات مدى حرص قيادة المملكة خادم الحرمين الشريفين على أمن واستقرار لبنان، وأيضا الأمن الاقتصادي والسلم الأهلي في لبنان. ما حدث هي ردة فعل على فعل، ومن يتحمل مسؤوليتها هو الذي عمل الفعل، سواء تجاه اللبنانيين أو تجاه الوطن، بعني لبنان. المملكة العربية السعودية حريصة كل الحرص على مصالح لبنان، وأعتقد أن التاريخ يشهد مدى دعمها ومدى وقوفها مع لبنان كلبنان، ومع لبنان كوطن، ومع لبنان كمواطن بغض النظر عن طائفته أو انتمائه السياسي. نحن نعلم ما حدث من أزمات في الماضي وأين وقفت المملكة العربية السعودية، سواء كان ذلك من الناحية الاقتصادية ودعم الاقتصاد اللبناني، أو كان ذلك بمساعدة لبنان في أزماته، في تعليمه التربوي، في إعادة إعمار ما جرى تدميره أثر حرب 2006. لا أعتقد أن هناك أي لبناني يستطيع أن يجهل المواقف المشرفة لخادم الحرمين الشريفين إلى أن وصلت به زيارته الأخيرة الميمونة للبنان، التي كان يتنبأ ماذا سيحدث للبنان إذا لم يبذل جهد، ولكن هو بذل جهد، وللأسف أن الجانب الآخر لم يوفي بما التزم به. ولذلك وصلنا إلى ما كان يحذر منه خادم الحرمين الشريفين في تنبؤه وفي بعد نظره السياسي، أن لبنان كان معرض لشيء كنا نجهله في حينها وكان هو يعلمه. فاليوم هذا القرار وتداعياته يجب أن يتحمل مسؤوليته من كان السبب في هذا القرار. المملكة لم تفرق يوم بين اللبنانيين الموجودين في المملكة. لدينا المواطن اللبناني هو لبناني، وهو يشعر بهذا الشيء. لا نفرق ولا نعلم أحيانا سواء كنا في اجتماع أو في مجلس اجتماعي أن هذا اللبناني هو ينتمي لهذه الطائفة أو تلك. هو لدينا وفي أعيننا كسعوديين هو لبناني. أنا ذكرتي في تفضلي.
يعني هذا هو الموضوع الأساس، أنه الكل يقول ستكون اللوائح مؤلفة من الطائفة الشيعية، وكل شيعي هو اليوم مشروع ترحيل، كون يعني معروف هي البيئة الحاضنة وهي قاعدة حزب الله مؤلفة أكثريتها من شيعة. كما يقال أيضا أنه بعض المتحالفين مع حزب الله أيضا قد يتم معاقبتهم جماعيا فقط لأن لديهم خيار سياسي، وليس لأنهم يشكلون خطر ما على المملكة أو على دول مجلس التعاون الخليجي. دعيني أوضح. أولا، الطائفة الشيعية هي أيضا جزء من النسيج الاجتماعي في المملكة العربية السعودية كما هو الوضع في لبنان. ثانيا، نحن في المملكة العربية السعودية ولله الحمد لسنا مذهبين، وما أرجوه منكم في لبنان هو عدم تصدير هذه الظاهرة السيئة وهذا المرض الذي نرى لبنان يعاني منه، ونرى للأسف أنه ينتشر إلى مجتمعات أخرى، وسيقود إلى ما لا عقباه، فتنة طائفية وما إلى ذلك. نحن في المملكة العربية السعودية ننظر بمعيار وهو المعيار الأمني للمملكة العربية السعودية، ومن هذا المنطلق المملكة العربية السعودية تتخذ إجراءاتها وفق مضمون القرار الذي صدر من مجلس التعاون الخليجي. القرار الذي صدر من مجلس التعاون الخليجي كان واضح وصريح، من يستهدف لا يستهدف الشيعة وحدهم، ولا يستهدف السني ويستهدف المسيحي ويستهدف الشيعي الذين يقومون بعمل ينافي مضمون قرار مجلس التعاون الخليجي. وهذا يجب أن يعلمه الجميع في لبنان. المملكة العربية السعودية يعني لا تتخذ ولا تتسرع في قرارات مصيرية تضر بأي إنسان لبناني أو غير لبناني. سعادة السفير، ما هو المعيار؟ المعيار هو الأمن، أمن المملكة العربية السعودية، والمعيار الآخر هو من هو متورط في دعم الجهة التي وردت في قرار مجلس التعاون الخليجي. هذا هو المعيار الحقيقي. طب دعني أسألك بصراحة، أما المواطن البريء، نعم، هل صحيح أن كل من يدعم حزب الله والنظام السوري والإيراني سيكون مصيره الترحيل؟ دعيني أذكر، ما يجب أن نقرأ ما هو مضمون قرار مجلس التعاون الخليجي. من يدعم، نعم، لأن هناك أعمال بترتكب ضد الشعب السوري البريء العازل المظلوم الذي يعاني من التشرد. وأنتم تشهدون في لبنان كم يوجد لديكم الآن أكثر من 1,200,000 مشرد ونازح سوري. فالمملكة العربية السعودية ودول الخليج تعاطفت مع هذا الشيء واتخذت قرار عسى أن يفهم الجانب الآخر وتصل الرسالة إلى من هو ارتكب هذا الفعل. وكانت هذه هي ردة فعل من دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية. يعني سعادة السفير، القرار هو بحث استنسابي، يشك أن جهة ما أو عائلة ما هي من المؤيدين السياسيين لحزب الله وبالتالي يتم ترحيلها. اسمعيني، ليس من المؤيدين، من الداعمين. داعمين ماديا، داعمين سياسيا. من يدعم هذا الحزب الذي أخطأ في حق نفسه وفي حق طائفته وفي حق لبنان. أنا أعتقد أن هذا القرار يستهدف من هم متورطين في دعم مادي ملموس لهذا الحزب. هذا القرار أتى بالتزامن بعد معركة القصير واعتبار حزب الله أنه انتصر بهذه المعركة. يعني المسألة لها علاقة في المسألة السورية تحديدا. يعني أول شيء القرار ترى يستهدف من غرر بهم. يجب أن نفهم من غرر به. هذا القرار يستهدفه الإنسان البريء الذي يعمل من أجل مصلحته ومصلحة أهله ومصلحة وطنه. أنا واثق كل ثقة مهما كانت طائفته سينظر إليه إلى أنه مواطن صالح وأنه هناك لهدف محدد. ولدينا من كثير من اللبنانيين الذين قضوا أكثر من 30 و40 سنة في المملكة العربية السعودية وأصبحوا من كبار المستثمرين في المملكة العربية السعودية ودعموا بلدهم ودعموا استقراره الاقتصادي والسياسي والأمني. فبالتالي الاستهداف هو أيضا يستهدف من غرر بهم من هذه الفئات. طيب، ما هو هدف قرار مجلس التعاون؟ الهدف النهائي استراتيجي، هل هو تركيع اللبنانيين كما يقول البعض أو تغيير سلوك حزب الله؟ لأن هناك شبه استحالة أن ينسحب حزب الله من القتال في سوريا، وقال الأمين العام أن لا مصلحة لهم مباشرة في دول الخليج. فبالتالي يعني لا يبقى إلا الخيار الآخر وهو
فعلا يعني تغيير الرأي السياسي للبنانيين، وهذا أيضا شيء يصعب أن يأتي بالقوة وعبر إجراءات ترحيل وغيرها. اسمحي لي أن المملكة وعاداتها وتقاليدها وثقافتها ليست لتركيع أي شخص، لا مواطنها ولا الضيوف الذين يتواجدون من أي بلد كان في المملكة العربية السعودية. من يوجد في المملكة العربية السعودية ويحترم قوانينها ويحترم عاداتها وتقاليدها هو ضيف محترم ومقدر ويعمل من أجل مصالحه الشخصية. ولا أنا يعني واثق كل الثقة أنه لا يوجد أي مواطن تعرض لإهانة بسبب أما إذا خالف الأنظمة فأينما كان سيحاسب، سواء كان في المملكة العربية السعودية أو في غيرها. لكن أنا يعني أختلف معك أنه ليس الهدف هو إهانة المواطن اللبناني أو تركيعه. الهدف هدف عام، الشرائح موجودة كلها في المملكة العربية السعودية، ومن يرتكب هذا الخطأ الذي يتنافى مع قرار ومضمون مجلس التعاون الخليجي سيلقى أكيد العقوبة التي هي صدرت معلنة وواضحة وصريحة. نعم سعادة السفير، في 25 شخص اليوم من قطر قيل إنهم سيكونوا ربما على طائرة الليلة أو طائرة الغد إذا ما في أماكن تم ترحيلهم، ولكن يقال أنه الأسباب لا علاقة لها بمجلس التعاون الخليجي، إنما بأسباب لها علاقة بشركة ما تخفف من أعبائها. ولكن هل بدأ التنفيذ؟ هل سنشهد يعني بالأيام المقبلة عودة للبنانيين إلى لبنان مرحلين من دول مجلس التعاون الخليجي ومن السعودية بالتحديد؟ أنا حسب علمي ال 25 هم من مرحلين من قطر وليسوا من المملكة العربية السعودية. صحيح قطر. ودعيني أؤكد لك هذا القرار قرار جاد وقرار حازم وسينفذ حرفيا، سواء لدينا في السفارة أو سواء في المملكة العربية السعودية. هذا القرار في رسالة قوية نأمل أن يتلقوها الجانب الآخر بإيجابية وأن يتعاملوا معها بما يتفق مع مصالحهم ومع مصالح لبنان. طيب سعادة السفير، لماذا منع السعوديين أيضا ومواطني مجلس التعاون الخليجي من المجيء إلى لبنان؟ دعني أؤكد لك من أولويات، يعني أنا أتذكر كل ما نودع الملك ونذهب إلى بلد لنعمل في أي بلد أينما كان أي سفير، الأولوية هي لحماية المواطن السعودي وحماية مصالحه. ومن منطلق هذه التوجيهات الكريمة نحن الأولوياتنا في لبنان هي حماية المواطن السعودي وعدم تعريضه لأي سوء أو أي ضرر. ونظرا للأوضاع الأمنية التي يعاني منها اللبنانيين أنفسهم، أنا أعتقد أنه المواطن السعودي لديه خيارات في ظل الظروف الحالية أن يذهب إلى بلد آخر ويتمتع هو وأهله دون أن يعيش على أعصابه، لأنه من يأتي إلى لبنان سيأتي بعائلته سيأتي بأولاده، فليس من المعقول أن يبقى متوتر كي لا يخاف أن ابنه يختطف أو بنته تختطف أو يصير لهم ضرر في أي. فهذه محاذير وحرص من قيادة المملكة العربية السعودية ومن دول مجلس التعاون الخليجي على أمن وسلامة مواطنيها في ظل الظروف التي يشهدها لبنان حاليا وجميعنا نعلمها. سعادة السفير، هل قرار الاستقرار في لبنان لا يزال متخذا على صعيد الدول الفاعلة ومنها المملكة العربية السعودية؟ أنا أكدت في بداية حديثي أنا لا أستطيع أن أتحدث عن الدول الأخرى، ولكن ما ألمسه من زملائي السفراء المعتمدين في لبنان الجميع حريصين كل الحرص على أمن واستقرار لبنان. الجميع يتحاورون في ما يصب في مصلحة لبنان، ولكن للأسف رغم الجهود التي بذلناها ونبذلها ونحاول تشجيع كل الأطراف السياسية وكل القوى السياسية لتفكر في مصلحة لبنان، نرى اليوم وللأسف الشديد ما هو لا يتمنى أي محب للبنان. طيب سعادة السفير، سؤال أخير للأسف يعني وقتك ضيق، نتمنى أن تكون المقابلة أطول في المرة المقبلة. لماذا لا تساعدون في مسألة اللاجئين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية؟ يعني الرئيس ميشيل سليمان طلب منكم ذلك ومن أيضا سفراء مجلس التعاون الخليجي، هل تلبون هذا الطلب وماذا تفعلون في هذا الصدد؟ دعيني أؤكد لك وبكل فخر لم يسبق المملكة العربية السعودية في لبنان أي بلد في الموضوع الإغاثي عندما حدثت الأزمة السورية. لدينا هيئتين مؤهلتين تعمل على قدم وساق في المجال التربوي وفي المجال الصحي وفي المجال الإغاثي منذ أن بدأت الأزمة. المملكة العربية السعودية تعاقدت مع مستشفيات ومع صيدليات لتأمين العلاج للنازحين السوريين،
أوصلت كل المواد الإغاثية إلى أماكن متواجد فيها النازحين السوريين. دفعت مبالغ وتكاليف على الطلبة السوريين لضمان استمرار تعليمهم في لبنان. لديها برنامج إيواء، لأن الحكومة اللبنانية لديها تحفظ من وجود أي مجمعات سكنية ومخيمات، فأوجدت مركز للضيافة يتم استقبال النازحين السوريين فيه، وثم يتم استئجار مساكن لهم وينتقلون إليها. المملكة العربية السعودية لم تقصر، ودعيني أؤكد لك مرة أخرى، لأنه كما تفضلت فخامة الرئيس كان حريص، وبعض الدول استضافت بعض آلاف النازحين السوريين كألمانيا وغيرها. صحيح. عندما أثير هذا الشيء أكدت لفخامة الرئيس، وأنا أؤكد أيضا من خلال شاشتكم، نحن في سفارة المملكة العربية السعودية نصدر يوميا ما لا يقل عن 250 تأشيرة للسوريين للذهاب إلى أهلهم وذويهم في المملكة. من يجد له أهل في المملكة يستطيع القيام بواجبه. المملكة العربية السعودية اتخذت هذه السياسة منذ اللحظة الأولى. عندما كان حج العام المملكة العربية السعودية فتحت حدودها وبعثت طائرات وبعثت كل التسهيلات إلى اليوم الثامن، وهو غير مسبوق أن ترحل الحجاج من مطار بيروت إلى الأماكن المقدسة. المملكة العربية السعودية حريصة على المواطن السوري وعلى الأزمة، على معاناته وتبذل كل جهد لرفع هذه المعاناة. المملكة العربية السعودية تبذل كل جهد، سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الإغاثي أو التربوي أو التسهيلات التي بتمنح. نحن أسبوعيا ما بين 1500 إلى 2000 سوري بيذهبوا إلى المملكة العربية السعودية. نعم. ما هو مطلوب؟ أنه تحذو دول أخرى هذا الحذو، لأنه لا يشكل عليها عبء اقتصاديا، بل بالعكس يساعدها، وأيضا هناك من يعتني فيهم من أهلهم وذويهم. سعادة السفير، معقول لمؤشرات معينة لأخبار معينة أن تغادرنا هذه الصيفية حضرتك وعائلتك، أم باقي في الربوع اللبنانية؟ مؤشر أمني لأن هيدا كمان. أنا أعتقد إنه ما دام العمل إنه يقتضي وجودي فأنا موجود، وإذا أتيحت لي فرصة أن أقضي رمضان مع أهلي في المملكة العربية السعودية فهذا يسعدني، وهذا الأمر أتركه لقيادة الرشيدة. لما يقرب رمضان وأرى أن الفرصة متاحة سأتقدم بطلب لإعطائي الفرصة لأقضي بعض أيام رمضان في المملكة العربية السعودية. ولن تكون مؤشرا أمنيا في هذه الحالة، فقط يعني ليس مؤشرا أمنيا. السفارة حتى أثناء غيابي السفارة بتعمل على مدار الساعة، وموظفيها بيعملوا، والقسم القنصلي بيعمل على مدار 5 أيام في الأسبوع، والسفارة لن تتأثر بذهابي في إجازة. السفارة تعمل سواء كنت موجود أو غير موجود، لأنه العمل مبرمج وفق آلية معينة حددتها وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، وبالتالي لن يتعطل أي مصلحة لأي من إخواننا في لبنان. على كل حال، على أمل أن تبقوا آمنين مع اللبنانيين في لبنان. شكرا لك سعادة سفير المملكة العربية السعودية في لبنان علي عوض عسيري. مشاهدينا، أنا سأتوقف مع فاصل أول في هذه الحلقة، ومن بعد الفاصل رح أكون مع أستاذ أحمد الأسعد، أستاذ إلي رزق، ودكتور آل زلفة من المملكة العربية السعودية مباشرة بعد هذا الفاصل. مباشرة على الهواء نتابع مشاهدينا هذه الحلقة، وقد انضم إلينا من المملكة العربية السعودية دكتور محمد آل زلفة، ومن منزله في الحزمية أستاذ أحمد الأسعد، اللي الهيئة لدواعي أمنية صرنا كمان من البيت بدنا ناخذك. أستاذ أحمد، مساء الخير. مساء النور ست بولا. داعي لتظاهرة جديدة، يعني كأن دم هاشم السلمان والشباب اللي راحوا ما خليكم تتعلموا إنه السفارة الإيرانية خط أحمر مثلا؟ لا والله ست بولا، نحن عايشين بلبنان، وبالتالي في تاريخ طويل عريض اسمه حرية الرأي بلبنان. إذا صرنا عايشين بدولة تانية مثل إيران وسوريا فالمطلوب من الدولة اللبنانية تقلنا هذا الشيء، بس طالما بنعتبر حالنا نحن عايشين ضمن شيء اسمه الجمهورية اللبنانية، ونحن عندنا تاريخ طويل عريض بإبداء رأينا بهيدي الجمهورية، فبالتالي نحن بدنا نرجع نمارس هذا الحق بالأحد القادم.
جوني عبدو يعتبر مع حفظ الألقاب أنه لو توجهتوا إلى السفارة السورية ما كان صار شيء، بس السفارة الإيرانية هي خط أحمر. ليه مصر على هذا الموقع؟ لأنه نحن عندنا رسالة نوجهها للسفارة الإيرانية تحديدا. يعني اليوم كلنا بنعرف ست بولا أنه الحزب تدخل بسوريا لما صار في اجتماع بطهران من قبل السيد حسن والقيادة الإيرانية، وهي طلبت منه ساعتها أنه الحزب يفوت هالفوتة اللي فاتها بسوريا. فنحن عندنا رسالة نوجهها للنظام الإيراني أنه أنت كنظام عندك مصلحة تحافظ على هذا النظام السوري، عال أنت عندك جيش طويل عريض بتضلك تتباهى فيه، بعد جيشك. يعني ما تبعد شبابنا نحن اللبنانيين. ليش نحن بلبنان شبابنا بدهم دائما يكونوا كبش المحرقة؟ يعني ليش شبابنا نحن ما بيحق لهم انه يعيشوا باستقرار، والشاب او الشعب الايراني بيحق له يعيش باستقرار؟ هيدي هي الرسالة الحضارية اللي كنا نحن حابين نوجهها تحديدا للسفارة الإيرانية. لأنه على كل حال البعض يعتبر أن سوريا على حدودنا وليست على حدود إيران. بدي أرجع لهذه النقطة، وهل هذه التظاهرات تستطيع أن تساهم بسحب حزب الله من القتال في سوريا؟ ولكن قبل بدي انتقل لعند أستاذ الزلفى في المملكة العربية السعودية. أستاذ الزلفى، كما ترى هنالك شيعة في لبنان آراءهم تختلف عن حزب الله، يدفعون دما. البعض اعتبر هاشم السلمان أنه قد يكون بوعزيزي الطائفة الشيعية في لبنان. حضرتك يعني في هذه المسألة هنالك، نعود إلى مجلس التعاون الخليجي، هنالك قرار صعب جدا التمييز من هو الشيعي المتعاطف مع حزب الله ومن هو الشيعي غير المتعاطف، والبعض يقول هنالك من سيظلم من العاملين في السعودية وفي مجلس التعاون الخليجي. هل أنت مطمئن للإجراءات؟ أولا أقول مساء الخير لك ولضيفك الأستاذ أحمد الأسعد، وأقول يا سيدتي الفاضلة نحن في عالمنا العربي ما كنا نميز بين شيعي وسني وأي من أتباع الملل الأخرى. وأنا أتحدث عن نفسي، أنا بلغت من العمر تقريبا أكثر من 18 سنة ما كنت أدري إن في سني وشيعي، ولا كنت أعرف هذا. وربما وبعدما عرفت هذا ما كنت أميز بين أن الشيعي مختلف عن السني. ولكن بكل أسف منذ أن قامت الثورة الإيرانية هنا بدأ شيء من الفرز، بدأ خطاب إيراني موجه بشكل مباشر إلى الشيعة في العالم العربي، وكأنه يقول لهم أنتم فئة مختلفة، يعني لدرجة التشكيك حتى في عروبتهم، مع أنهم عرب خلص، سواء اللي في لبنان أو في سوريا أو في العراق معظم العشائر والقبائل العربية تشيعت حتى منذ فترة قريبة، ولكن لا زالت تحمل أسماء قبائلها، شمري، عنزي، بلوي إلى آخره من الأسماء القبائل المعروفة لدينا في المملكة. لذلك ما كنا نعرف هذا التمايز أو هذا الفرز المذهبي إلا مع بداية الثورة الإيرانية. حتى أخواننا في الوطن من شيعة المملكة العربية السعودية، وكنا زملاء في الجامعة وكنا زملاء أيضا في الثانوية، في يوم من الأيام ما كنت أعرف بالضبط إن هذا شيعي ولا أنا إني سني مختلف عن هذا الأخ الشيعي. طيب الحال لم للأسف يعد. اللي حصل الآن هذا في الماضي يعني دكتور الزلفى. الآن للأسف هذا في الماضي. الآن ما حدث بكل أسف يا أستاذ بولا، الأخوان في حزب الله كحزب أعطى لنفسه هوية شيعية، وما هو أكثر من ذلك انتماء، أصبح كأنه منتميا في أهدافه، في غاياته، في تبعيته لمكان آخر غير لبنان، مما أثر على الطائفة الشيعية الكريمة. وأنا شفت البيان الذي صدروه أخوتنا من أتباع الشيعة في لبنان، من المثقفين ومن السياسيين الذين يقولون لا علاقة لنا في توجه السيد حسن نصر الله ومن يتبعه. ونفس الشيء كمان أخوتنا في العراق. الآن
الإشكال أن حزب الله أخذ لبنان كله، ما أخذ فقط شيعة لبنان، أراد أن يأخذ لبنان إلى مسار آخر. أما أن تكونوا أتباع لي في لبنان وأنا بالتبعية تابع لإيران، أما أن تسمعوا هذا الخطاب وإلا فأنا بسلاحي أستطيع أن أجعله مسلطا على رقابكم، أنغص حياتكم، أبعد السواح عن بلادكم، أباعد بينكم وبين أخوتكم العرب في كل مكان، أباعد بين مهاجري لبنان ومستوطنين لبنانيين في بلادهم. يعني أحدث من الأمور ما جعله مصدر خطر، مصدر خوف، يعني مصدر قلق. نعم، ولكن يعني في المقابل حينما أستاذ الجلفة سياسة الترحيل نعم. والمقاطعة واستهداف الشخص لأنه ينتمي إلى مذهب أو طائفة معينة، حتى لو حتقول لي لا، هذا هو الانطباع العام السائد أن أي شيعي عنده بروفايلينج خاص لأنه شيعي. ففي هذه الحالة ألا تعتقد أن هذه السياسة قد تؤدي إلى عواقب أسوأ من الحالة الآنية، بحيث يصبح كل شيعي لأن في ديسكريمينيشن ضده، في نوع من تمييز، يصبح فعلا مقاتلا ومناصرا لحزب الله حتى لو لم يكن كذلك قبل هذا القرار لمجلس التعاون الخليجي؟ سيدتي، من الذي صنع هذه المشكلة؟ ليست دول مجلس التعاون ولا قرار مجلس التعاون الذي اتخذه مؤخرا، إنما الذي افتعل هذه المشكلة وأعلن الحرب بشكل طائفي بغيض حينما أخذ مجنديه وقواته إلى مكان آخر، عكس ما كان يقول أنه حزب ممانعة، حزب محارب لإسرائيل. كشف عن حاله، اتجه إلى مكان آخر، ومن ثم انظري ماذا حدث بالقصير. هذا لم تحدث، لا أعتقد أن تعمله إسرائيل ولا تعمله أي دولة معادية لأي بلد عربي. حينما دكوا هذه القرى وهذه المدن وهجروا الناس وقتلوا من قتلوا وأخذوا شعاراتهم فوق منارات المساجد، يصرخون بشعاراتهم الشيعية التي أنا شخصيا ضد هذه الشعارات كلية. إذن هم الذين أعلنوا الحرب على الطرف الآخر، هم الذين كشفوا عن جانب طائفي كان في نفوسهم. نعم. ولكنه كان مخبى إلى أن كشفه الله. مجلس التعاون أنا أعتقد لا يؤخذ أحد بجريرة أحد. أنا أعتقد أن أخوتنا الشيعة في كل مكان، سواء من اللبنانيين من غير اللبنانيين، إذا لم يكن لهم أي تعاون ليس فقط قضية تعاطف، التعاطف هذه النوايا يعلمها الله سبحانه وتعالى، ولكن إذا ثبت بأن هناك تعاون أو إضرار بأمن منطقة الخليج، أيا كانت هذه الخليج بأي شكل من أنواع الإضرار، فأنا أعتقد أنه من حق أي دولة أن تحمي نفسها من أي شخص كان، بصرف النظر عن ملته، عن مذهبه، عن دينه. عظيم. إذا كان هو يحدث ضررا للبلد الذي يعيش فيه. أستاذ أحمد الأسعد، ماذا تعليقك على هذا الكلام؟ وهل يعني فعلا لديك مخاوف من التمييز ضد الشيعي؟ البعض يقول يعني يفضل عدم إعطاء تأشيرة حتى إذا كان المذهب شيعي، وهذه ظاهرة مؤخرا نراها تزداد. عمل أيضا خارج لبنان، ليس فقط في مجلس التعاون الخليجي، حتى يعني في دول أخرى وصلت يعني بعض أيادي حزب الله إليها. هل تخيفك هذه الظاهرة؟ طبعا هذه ظاهرة ست بولا بتبين انه حزب الله مش صحيح اللي بيدعيه انه هو بيهمه مصلحة الطائفة الشيعية. يعني اليوم كلنا بنعرف وضع البلد الاقتصادي كيف هو، كيف جامد، وبالتالي في عشرات الالاف اذا مش مئات الالاف من اللبنانيين الشيعة هن عم يشتغلوا بمجلس التعاون الخليجي، وهاو اذا صار في خطر على وظائفهم الله اعلم شو بدهم يعملوا. يعني بالتالي بين انه حزب الله بهمه مشروعه الخاص واللي هو الحفاظ على النظام السوري، وهذا طبعا بيناقض التراث الشيعي، لانه التراث الشيعي يعني هو تراث طويل عريض مبني على انه الانسان يوقف مع المظلوم ضد الظالم. نحن هون عم ندعي انه نحن فعلا ماشيين بهذا التراث، انما نحن واقفين مع الظالم ضد المظلوم. فبالتالي انا عندي طلب
مهم جدا من مجلس التعاون الخليجي هو التالي: انه اليوم انا بفهم جيد جدا انه اي مواطن لبناني ان كان شيعي او غير شيعي هو عم بخل بالامن بالدولة اللي عم يشتغل فيها. حقيقة كل دولة لها حق ترحله. اي مواطن لبناني ان كان شيعي او غير شيعي هو كمان في تعاون وفعلا في علاقة مباشرة مع حزب الله بشكل عملي، أنا كمان بفهم من ناحيتي أنه هذا المواطن يرحل. بس ممنوع رجاء، ما بيجوز نرحل اللي هن بس متعاطفين مع حزب الله، لأنه بس نعمل هيدي الخطوة منكون عم نزيد طيني بلة، عم نحولهم يعني حتى هيدا لا طبعا وبعدين هيدا بيصب ست بولا، هيدا بيصب بخانة حزب الله، بده يصير يقول لهم انتم مظلومين بس لانه اعطيتوا رايكم. وبعدين نحن اللبنانيين عندنا تاريخ طويل عريض بحرية الرأي. انه شو المشكلة انه يكون في شيعة بالخليج عندهم رأي مع حزب الله طالما هن ما بيشكلوا اي خطر أمني على القانون وعلى الامن الخليجي. نعم. هيدا الشيء لازم نحن ننتبه له، ومثل ما بيقول المثل يعني التفاصيل أو الشيطان هو بالتفاصيل. يعني المرحلة القادمة هي اللي حتبين إذا فعلا الترحيل حيكون عن أبو جنب، بحيث أنه يتم ترحيل الناس اللي هي عمليا مرتبطة بحزب الله، أو بس أو كمان الناس اللي هي متعاطفة مع حزب الله. نعم. بدي أعتذر من أستاذ إلي رزق، يعني كثير صحيح أنه عم نترك، بس بدي خلي التسلسل للأفكار. مشان هيك أستاذ أحمد هذا السؤال ضروري يكون لك. هنالك ظاهرة أنه نعم. رغم كل الكلام اللي بتحكوه، رغم أنك بعثت مجموعة من الشباب أمام السفارة الإيرانية لتقول لا. أنا كنت ضمن المجموعة ست بولا. نعم. أنا كنت ضمن المجموعة، ما تقولي بعثت، الله يرضى عليك. رحت معهم، لازم النقاط تنحط على الحروف. أوكي طيب. أنا كنت ضمن المجموعة. عظيم. نعم. السؤال بس خليني أكمل السؤال بعدين رح أسألك عن التظاهرة وعن هذه المجموعة. تفضلي. ليه اليوم بنشوف انه رغم كل هذه، حتى في يعني مثقفين شيعة علماء دين كثر محترمين جدا يقولون المصلحة الشيعية ليست بهذه السياسة وليست بما يتصرف به حزب الله، رغم كل ذلك نرى انه الأكثرية الشيعية كبيرة وازنة شبه يعني ساحقة هي تؤيد حزب الله، ما بتمشي وراء منطقكم اللي البعض كثير بيعتبروه انه هو المنطق او هو الذي يحمي الشيعة العرب. يا ست بولا، اليوم يعني هذا الشيء انا دائما عم بقوله. اليوم هذا الشيء اللي انت عم بتشوفيه هذا ظاهر، بس في نار تحت رماد. انما الشيء اللي عم بيمارس على المواطن الشيعي اللبناني من قمع، هذا تاريخ البشرية ما شفته. ولا الفاشية مارست هيك قمع، ولا الشيوعية مارست هيك قمع. يعني اليوم انت اذا كنت لبناني من الطائفة الشيعية ورأيك غير رأي حزب الله، انت مش بس امبريالي وصهيوني وكل هالألقاب العظيمة اللي صرنا حافظينها على الغايب، انت كمان كافر. فهذا بيتطلب صلابة كتير كبيرة من الناس انها توقف وتقول رأيها بكل وضوح وبكل صراحة. اليوم في ظروف هي اللي عم تعطي هيدي الصورة، مثل ما في ظروف عم تعطي صورة كمان انه بإيران الطائفة الشيعية بإيران هي مأيدة لهذا النظام. لا اطلاقا، أكثرية الشيعة بإيران مش مع هذا النظام، وأكبر إثبات على ذلك ست بولا هي الانتخابات يلي صارت. يعني اليوم لما بياخد روحاني 51% من الأصوات، يعني هاو كلهم هن بدهم تغيير بالنظام. كان في كمان أكثر من ذلك كتير كبير. أستاذ أحمد بالضبط، كان في كمان ثورة جرين ريفولوشن. بس بلبنان ما شفنا جرين ريفولوشن. تفضل خليني أكمل الفكرة. في أكثر من هيك قعدوا ببيوتهم وما انتخبوا لأنه اعتبروا أنه بالنهاية ما في شيء حيتغير. فاليوم في واقع، يعني ما ننسى نحن العراق أيام صدام حسين كيف كان ظاهر وكأنه العالم كلها مبسوطة بصدام حسين، وتاني يوم لما صار في ظروف العالم تعبر عن رأيها، شفنا الواقع كمان كيف العالم عبرت عن رأيها بالنسبة لنظام صدام حسين. أستاذ أحمد، في صناديق اقتراع بلبنان، في صناديق اقتراع بلبنان. حضرتك عملت حملة انتخابية، يمكن حتى إذا حرقوا لك شوية سيارات خدموك، كان إعلان إضافي لحملتك. شفنا النتائج والأرقام لكل اللي ترشحوا على الانتخابات. بس مش بس هون النقطة أنه بإيران كان في ثورة، وثورة سحقت بشكل كبير،
بس بلبنان ما شفنا ربيع شيعي، ما شفنا أصوات إلا يعني لشخصيات معينة فينا نسميهم أنا وياك يمكن ما يتعدوا 100، بس ما شفنا في عندهم قاعدة، عندهم وزن شعبي. يعني هذا الشيء اللي سميتيه ست بولا أولا انتخابات، حرام عليك تسميه انتخابات حقيقة. هذا كان مسرحية، يعني بالتالي القصة كان بالاسم اسمها انتخابات، إنما نحن مش قصة بس إنه كان عم ينحرقوا سياراتنا، نحن كان في تعدي على مندوبينا، كان في حرق لبيوتهم، كان في ضرب، كان المندوبين يلي هن جوا بالصناديق كان ممنوع إنه هن يكونوا جوا، والجيش والقوى الأمنية للأسف كانت عم تتفرج. يعني بالتالي هيدي ما كانت انتخابات، ونحن كنا عارفين إنه هيدي منا انتخابات، بس حبينا نقول إنه مع كل هالظروف بدنا نضلنا نقول لا. فما بيسوى ينقال انه الشيء اللي صار بالجنوب ست بولا هذا كان انتخابات، هذا ما خصه بالانتخابات، حقيقة ما خصه بالانتخابات. هلا عم تيجي بتقولي لي انه الوضع بلبنان بعد ما في ثورة، مزبوط ما في ثورة، بس بالتالي هذا الشيء اللي نحن كحزبنا كالانتماء اللبناني هذا اللي عم نسعى له ست بولا، يعني نحن اللي عم نقوله شيعيا ما في ما في قاعدة رافضة للثنائية الشيعية، بينما بباقي المذاهب بنشوف انه في اكثر من راي، في تنوع، في لدى الشيعة اقل من غيرهم رغم كل ما يجري في السياسه، رغم الدخول الى حدود دوله اخرى، ومثل ما حضرتك اعتبرت الوقوف الى جانب النظام ضد الشعب. اليوم لانه بالطوائف الاخرى بلبنان موجود هذا التنوع، لانه ما في قمع يمارس على العالم، فبالتالي المواطن اللبناني من أي طائفة أخرى بكل بساطة قادر يختار ويقول رأيه، أما بالطائفة الشيعية ما قادر يقول رأيه ست بولا. هذا الفرق الطويل العريض. يعني نحن اليوم لما بننزل على السفارة الإيرانية وبيصير فينا اللي صار فينا، هذا شو بتصنفيه ست بولا؟ ما هذا هو القمع بأم عينه، هذا إعدام، هذا بيدل قديش فعلا في كبت للعالم، وما حدا بيتحرك، ولا الجيش ولا القوى الأمنية بتتحرك، ولا حدا يحاسب. أكثر من هيك إنه اليوم التحقيق، مين مستلم التحقيق؟ بتعرفي مين مستلم التحقيق؟ بدي أسألك عن التحقيق. مخفر بالأوزاعي، حضرتك قلت إنه التحقيق لم يبدأ بعد. مخفر بالأوزاعي، الأوزاعي اللي ما بيعرف، اللي عم يشوفك من برا، الأوزاعي هو تابع للضاحية الجنوبية. يعني هذا التحقيق يلي قتل الشهيد البطل اللبناني الحقيقي هاشم السلمان مخفر بالضاحية الجنوبية، بده يقلنا مين قتله. خلينا نتوقف مع فاصل رح ارجع اسالك عن الطوائف الثانيه. نعم لو سمحت استاذ احمد، رح اتوقف مع فاصل ارجع اسالك اكثر عن التحقيق بشهيد هاشم السلمان، ماذا جرى معكم امام السفاره وشو بتتوقع في التظاهره المقبله. فاصل مشاهدينا ونعود. استاذ إلي رزق، برأيك قرار مجلس التعاون الخليجي شو معقول تكون تداعياته على لبنان، وهل فعلا هي بالخطورة التي يعني عم بيتم التحذير منها اقتصاديا؟ طبعا هي سوف يكون لها تداعيات كارثية، ونحن اليوم عم نحكي أرقام. نحن اليوم الأرقام كلها بتظهر أنه موسم السياحي والاصطياف في لبنان للأسف ولد ميتا أيضا وأيضا، لأنه الهيئة وكأن هناك جهات متقصدة أنه على كل أبواب موسم سياحي بده يكون في خضة أمنية. ما ننسى اليوم الشق الأول من القرار بمنع رعاية دول مجلس التعاون الخليجي من المجيء إلى لبنان، هم أخذوه مرغما أخاك لبطل، لأنه نحن كلنا بنعرف أهل الخليج قد بيحبوا يجوا على لبنان، قد حرم الخزينة اللبنانية من موارد والقطاعات السياحية والقطاعات الاقتصادية، وده حرم الناس من بالاقتصاد. هون بدي إذا بتسمح لي حارجع لك، بس أستاذ الزلفى، البعض يرى أنه هذا القرار كان قرارا سياسيا أكثر ما هو قرار يعني أمني له علاقة بتداعيات الأحداث في لبنان. أستاذ الزلفى هل تسمعني؟ ايه تفضلي اعيد السؤال اذا سمحتي. يعني اقول ان قرار مجلس التعاون الخليجي البعض يراه انه قرار سياسي وليس يعني قرارا له علاقه بالوضع الامني في لبنان. هو رد على معركه القصير وليس على الوضع الامني اللبناني بالعربي المشبرح. شوفي سيدتي، انا اعتقد انه ما حدث في القصير كانت نقطة تحول. أصبح حزب الله يعتقد أنه أصبح قادر على تحقيق انتصارات،
وأن هذا فتح الفتوح لانتصاراته ليس فقط في سوريا وإنما ضد كل من له موقف ضد النظام السوري والنظام الإيراني. ولذلك كأنه في هذه الحالة يعمل إعلان حرب على المتعاطفين أو المؤيدين للثورة السورية، ويبرر وممكن أن يبرر لإعلان هذا الحرب بإحداثها في كل مكان، ليس فقط في لبنان وهو المستهدف الأول، ولكن أيضا أينما امتدت أيادي حزب الله إليه من مواقع مختلفة في داخل دول مجلس التعاون أو في أي مكان آخر، فإنهم بهذا يكملون النصر الذي المؤيد الذي هوى من السماء للسيد حسن نصر الله. ولهذه الأسباب من حق دول مجلس التعاون بناء على حسابات أيضا مجلس التعاون وبأجهزته المختلفة ليست بعيدة عن متابعة ما يحدث. فهنا قبل فترة معينة المملكة العربية السعودية اكتشفت خلايا تجسسية كان أحد أعضائها لبناني، وهؤلاء الأخوة لديهم ذكاء في توزيع مسؤوليات العملاء. يعني هذه كانت أيضا يعني من الأمور المبكرة لإحداث أي ضرر يلحقون بالساحات التي يرون أنها مجال لنشاطاتهم. ليس قرارا سياسيا جاء اعتباطا ومقصودا في هذه اللحظة، وإنما مبني على حسابات وعلى متابعات وعلى دراسات، ومن ثم توج هذا الإجراء من خلال الضجة الإعلامية اللي رأيتموها في انتصارهم في القصير، انتصار كأنهم حرروا القدس. وهذا المؤلم يا أختي بولا وأخي أحمد الأسعد والأستاذ إيلي رزق، يعني هذا المؤلم أن هؤلاء يريدوا أن يشعلوا فتن في كل مكان، وهذا الذي لا نريده. إذا كانوا نجحوا في إشعال فتن في لبنان وهم يعملون من أجل المزيد من الحرائق في لبنان، كما أحرقوا الآن سوريا، كما أحرقوا العراق، لأنهم أينما كانوا لا وظيفة لهم إلا إشعال الحرائق. أستاذ أما المساهمة في إطفاء الحرائق فلا، هذه ليست سياستهم. نعم. الآن هنالك رئيس إصلاحي في إيران، وهذا الرئيس تحدث عن التخفيف من تدخل إيران في الشؤون الدول الأخرى. البعض يعتبر أنه دون فتح صفحة جديدة ما بين المملكة العربية السعودية وإيران لا يمكن أن تمر هذه الغمامة السوداء فوق لبنان بشكل من الأشكال. يعني فتح صفحة جديدة بين بدل السين سين سين ألاف في هذه الحالة هو الحل الوحيد للبنان. سيدتي، بقدر ما نحن متفائلين بوجود وجه جديد الآن أقل شيء في السلطة في السياسية أو رئاسة الجمهورية في إيران، بقدر ما نحن نعرف جيدا أن مجيء السيد روحاني إلى السلطة يبدو أنه جاء في وقت إيران بحاجة إلى مثل هذا الوجه الناعم لكي تمارس شيء من العلاقات العامة من خلال هذه الخطابات التي يروجها روحاني أو يروجها أتباعه، أنه انظروا نحن الأخوان في إيران يريدوا أن يمدوا أيدي التعاون والتقدير والمحبة وإلى آخره، ولكن أنا أتمنى وكما يتمنى مع الكثيرون من أبناء مجلس التعاون أو حتى كمان العرب الذين انكشفت لهم نوايا إيران أن نصدق أن السيد روحاني يحمل رسالة جديدة، وما أحوجنا إلى حمل الرسالة الجديدة. ولكن لاحظي ماذا حدث، أنه في العشية التي انتصر فيها أو جاء يعني فاز فيها روحاني، كانت الأجهزة الإيرانية المخابرات الدولية أو الوكالات الدولية بتشير إلى أنه إيران تحشد جيوش من الحرس الثوري لمساندة الانتصار العظيم لحسن نصر الله في سوريا. أن السيد روحاني يقول نحن لن نزحزح أبدا
السيد بشار الأسد من موقعه. نعم. يعني السياسة لا زالت ثابتة ودائمة ولم تتغير. نعم. نريد التغيير، نعم نريد يعني الأفعال تتبع الأقوال. واضح. شكرا لك أستاذ الزلفى. للأسف انتهى يعني وقت الأقمار الصناعية، على أمل أن تكون معنا مجددا في حلقات مقبلة مباشرة من المملكة العربية السعودية. شكرا على وجودك معنا. أستاذ أحمد الأسعد، أعود إليك قبل أن أتوقف يعني مع فاصل. كمان بدي تعليق فيني أعلق على موضوع إيران؟ تفضل. اللي تفضل وقاله ضيفك الكريم من السعودية. تفضل. إنه أنا ما بشوف إنه الرئيس الجديد اليوم بإيران كمان حيجيب يعني تغيير جذري على السياسة الإيرانية. هذا wishful thinking مثل ما بيقول المثل، وبالتالي سبحان الله الذاكرة عند الإنسان قديش ساعات بتكون ضعيفة وقديش ما بترجع لورا. يعني كلنا بنتذكر خاتمي كان إصلاحي أكثر بكتير من روحاني. خاتمي كان إجا بقوة شعبية أكثر بكتير من روحاني، بس ما قدر يعمل شيء، لأنه اليوم للأسف عند النظام الإيراني مركز القرار هو عند خمناي. يعني اليوم الرئيس يلي ينتخب بإيران هو بيعطيه استشارة لخمناي، وعلى أساسها خمناي بيقرر إيه أم لا. فهالشي هذا هالشهر العسل يلي نحن شايفينه هلأ حاليا من بعض العواصم العالمية إذا بدك بالنسبة لانتخاب روحاني، أنا بشوفه هذا هروب إلى الأمام. طيب أستاذ أحمد الأسعد، رح أسألك على كل حال بعد الفاصل. سأعود إلى تظاهرتك أمام سفارة الولي الفقيه في لبنان. بدي أتوقف مع فاصل مع عذر الكثير منك يعني أستاذ إلي، رح يكون عندنا شق على الاقتصاد وعلى التداعيات اللي هو مهم جدا أيضا في هذه الحلقة بعد هذا الفاصل مشاهدينا. نتابع مشاهدينا هذا اللقاء مع أستاذ إلي رزق وأستاذ أحمد الأسعد. أستاذ إلي، البعض يرى أنه حزب الله في القصير وبدخوله في سوريا هو منع وصول التكفيريين إلى الأرض اللبنانية. بالأمن الاستباقي حمي لبنان من وصول هذه الموجة من اللي بيقتلوا بياكلوا قلوب وغيره من كل هذه يعني كل ما يقال عنها. يعني للأسف كثرت التبريرات والحجج، بس النتيجة واحدة، كارثة على المستوى اللبناني. نحن اليوم إذا بدنا نعتبر ست بولا أنه الشراكة في الوطن هي تعني الشراكة في تقرير المصير. أنا إذا بدي أكون شريكك بالوطن أنا وياك بدي أقرر مصيرنا ولوين أخذين البلد، والشراكة بتكون بالربح والخسارة. ما في اليوم حزب الله يجي ياخذ قرارات منفردة ويفرضها على اللبنانية ويقول أنا قررت وعندي هيدي حججي وتبريراتي. واليوم واضح أنه حزب الله طلع لهونيك مجبر أخاك لبطل نتيجة لتنفيذ سياسي معين ما لإيران. واليوم أنا عندي رسالة، هي محاكمة نوايا، لأنه لو نطر كمان حزب الله الكل يساندوا بتحرير جنوب لبنان كان بقيت إسرائيل لبنان لحد اليوم لو نطر إجماعي يعني. لم يكن ليتمكن من تحرير الجنوب في لبنان لو ما كان عنده بيئة حاضنة اللي هي المجتمع اللبناني والشعب اللبناني اللي دفع كمان مع حزب الله من ماله ومن أرواحه ومن أجساده ومن خسائر. واليوم نحن بنعرف حتى في أوقات المعارك اللي كانت تجر إلى لبنان كان اللبنانيين يروحوا مع حزب الله في الدفاع عن أراضيهم بوجه إسرائيل. بس اليوم المعركة مختلفة ست بولا. اليوم أنا في عندي رسالة بدي أوجهها للرئيس روحاني مع تهنئتي للشعب الإيراني. اليوم نحن كلنا أمال كلبنانيين من الرئيس روحاني بالذات أنه اليوم يعتمد سياحة انفتاح وتفاهم أكثر لدول المنطقة، ويكون دعمه للبنان، دعم إيران للبنان يكون لمصلحة لبنان واللبنانيين، مش يكون الدعم كما عم يثبت اليوم أنه هن عم يدعمونا ليكون لبنان يدفع ثمن أهداف سياسة إيران التوسعية في المنطقة. واليوم إذا أنا بدي أخذ حجج التكفيرية، ست بولا كنا بنذكر أنه نهر البارد وفتح الإسلام، معلش نذكر المواطن اللبناني حزب الله حسن نصر الله، سمحت السيد حسن نصر الله كان أول من قال نهر البارد خط أحمر. بس لما كان في جيش عنده توافق سياسي من القوى اللي كانت ممثله بالحكومه انذاك اللي برئاسه الرئيس سنيورة قاموا وانهوا عمليه نهر البارود. لوين هرب شكل العبسي؟ على سوريا. واليوم جبهه النصره كنا بنعرف انه هي بلشت مع ابو عدس. بقى اليوم هيدي الحجج والتكفيريين والمظاهر اللي بده يطلقها النظام السوري لا تبرير تدخل حزب الله، لا للاسف. استاذ احمد الاسعد، كمان كثر من اللبنانيين فعلا يعتقدون انه الحرب في سوريا والساحه في سوريا، وكلام السيد حسن نصر الله عندما قال اللي بده يواجهنا ويفتح مشكل معنا يتفضل يلاقينا بالساحه السوريه، كانه يحمي لبنان ويجعل لبنان امنا ومستقرا. ست بولا شيء طبيعي انه حزب الله بده يقعد يخلق حجج ويبرر.
يعني بالنهاية ما بيقدر يطلع على العلن ويقول في تعليمات اجت من النظام الإيراني نحن بدنا ننفذها. فهذا الشيء اللي عم نسمعه من تبريرات هذا أمر طبيعي. بالنهاية ما صارت بتاريخ البشرية ست بولا انه حزب معين يروح يعتدي على دولة بس لانه هو عم بيقول انه هنيك في مجموعات ممكن بالمستقبل تهجم عليه. بالتالي الشيء اللي صار مع هاشم، مع البطل هاشم، هيدا بينسف كل شيء عم يبرره حزب الله، وهيدا فعلا عم بيخلي القناع اللي هو هلا عم بيتخبى وراه حزب الله انه يسقط. نعم. لانه هاشم السلمان ست باولا هو شيعي، ابن شيعي، حفيد شيعي، منه تكفيري. بالتالي هيدا قتل بس لانه عنده راي اخر. نعم. هيدا هو الحزب يلي نحن عم نتعاطى معه، هيدي هي الذهنية اللي نحن عم نتعاطى معها. طيب استاذ احمد، ما بتقبل اي رأي اخر، ما بتقبل اي شيء ممكن يوقف بوجه المشروع تبعها. شو رأي العائلة، عائلة هاشم السلمان؟ حكي كثيرا ان يعني جزء كبير من العائلة منه موافق ابدا بالتظاهر امام السفارة الإيرانية، ويعتبر انه كمان هول شباب مغرر بهم ضد المصلحة الشيعية والمصلحة اللبنانية، وأنه إيران تساعد لبنان وساعدت بتحرير هؤلاء وأعطت مجد للشيعة وفخر. اليوم الشباب العائلة الحقيقية لهاشم السلمان هن كلهم هاشم السلمان، كل واحد فيهم هو هاشم السلمان. إنما للأسف أنه بعض الناس اللي هن بعاد عن العائلة، بعاد عن بيت هاشم، استغلوا إعلاميا لا يحكوا هن باسم العائلة، واستغلوا طبعا من بعض المؤسسات الإعلامية إلا إلى مصلحة تروج هذا الشيء. إنما أكيد حضرتك شفتي وكل المشاهدين شافوا كل العائلة حقيقة بيته لهاشم كيف كان عندهم صلابة ووضوح بموقفهم، وبالتالي وصلوا لمرحلة كمان انه حملوا المسؤولية لطرفين، حملوها بالاول لحسن نصر الله، وثانيا بالدرجة الثانية حملوها كمان للمؤسسات الامنية اللي تابعة للدولة اللبنانية. في كمان مين عم بيحمل احمد الاسعد مسؤولية بوضع شباب شيعة مقابل بيئتهم، مقابل عدد وازن وكبير من الشيعة اللبنانيين، كأنك عم تعمل حرب شيعية ومصر كمان أن تعود إلى تظاهر الأحد. يا اختي انا ما عم بعمل حرب شيعية، انا بالعكس انا همي انه الشيعة يرجعوا لحقيقتهم لتاريخهم. نحن شيعة لانه عنا شيء اسمه باب الاجتهاد، عنا التنوع، هذا تاريخنا. بس للأسف من اول ما اجى نظام الخميني حور التاريخ الشيعي لشيء ما حدا بيعرف شو هو، كأنه فودو سحر، وكأنه نحن قبل ما يجي الخميني ما كنا شيعة بالمنطقة أو ما كنا شيعة بلبنان. بالتالي اليوم الشيء اللي عم يظهر علنا باسم الشيعة هيدا ما خصه بالتاريخ الشيعي. اليوم نحن عم نتاخد لمحل هذا الشيء حيكلفنا كتير غالي، إن كان هلا عم يكلفنا مثل ما عم نشوف بالنسبة للقرارات يلي أخذوها دول مجلس التعاون الخليجي، أو الحرب القائمة بسوريا، قديش هيدي حتخلق مشاكل وجروح بالغة وعميقة مع كل السوريين ومع كل الإخوان العرب بالمنطقة، يمكن لأجيال قادمة طويلة عريضة. نعم. بس لأنه عندنا نظام إيراني عنده طموح أنه يعمل إمبراطورية. يا عمي هيدا النظام بده يعمل إمبراطورية، والله حقه يعمل إمبراطورية، بس يعملها بالشكل السليم. يعني اليوم ست بولا ما عاد مقبول أنه نظام يعمل إمبراطورية من خلال تمويله لجماعات، جماعة هون، جماعة باليمن، جماعة بفلسطين، جماعة مدري وين بالعراق. بده يعمل إمبراطورية، بده يفهم الحضارة واللغة الحديثة والقرن 21، يتبع مثل تركيا. يعني تركيا اليوم عم بيصير لها تأثير بالمنطقة، مش لأنه هي عم تمول أحزاب بالمنطقة، تركيا عم بيصير لها تأثير لأنه صارت قوة اقتصادية، قوة علمية، قوة إعلامية بالتكنولوجيا. هيك النظام الإيراني بيقدر هو يفرض نفوذه بالمنطقة، وما عندنا مشكلة. بس إنما يربط بعض الأحزاب فيه بالمنطقة، ومن خلال هيدي الأحزاب يعمل ضغوطات لهو يوسع من نفوذه، هيدا التعاطي منه تعاطي بيتماشى مع العصر والزمن اللي نحن فيه، وهذا التعاطي بيتناقض مع تراثنا نحن كشيعة. ماذا ستحقق من التظاهر أمام السفارة الإيرانية؟
انا شهداء اولا جدد؟ هيدي قلتها اولا. نعم، شو قلتي؟ شهداء جدد؟ والله انت اللي عم تقولي، انا ما مش هذا هو اذا بده يصير في شهاده ست بولا فليكن. بالتالي نحن اخذين على عاتقنا انه نمارس حقوقنا. مثل ما قلت لك قبل شوي، نحن عايشين بلبنان. بلبنان في شيء اسمه حريه راي. هيدي حريه الراي بدنا نمارسها. بالتالي نحن منا نازلين ولا مع بوريد ولا مع عصي ولا مع سكاكين، نازلين هيك مسالمين، نازلين بالعلم اللبناني لا نقول رساله. هيدا حقنا بدنا نمارسه. وبالعكس استشهاد هاشم، حبيب قلبي هاشم، رفيق دربي هاشم، زيدنا إصرار. ما حنقبل إنه دمه هذا الشهيد هذا البطل يروح هدر. إذا هن حاولوا يخوفونا غلطوا. نحن ما بنخاف. ماذا لو نحن عارفين جيد جدا الشيء اللي نحن عم نقوم فيه. بالتالي ست بولا، ما في ثورة بالعالم بتصير من غير ما يكون في ثمن بده يندفع. ما في شيء بيجي على صحن من فضة أو صحن من ذهب. كل شيء بده يكون في له ثمن. بس هاشم بداية الثمن فليكن. نحن مستعدين نكمل وندفع الثمن. بس هذا الواقع اللي نحن فيه منه مقبول. ما هذا موت يا ست بولا. ما المجتمع اللبناني كله عم بيموت. الفرق هو انه عم بيموت على البطيء، على البطيء، على سلو موشن. بالتالي ما في، لازم الناس تفيق بقى وتفهم انه لازم نحن نقول لا لهذا الواقع. شو ما كان الثمن بالمرحلة الحالية، انما هذا الشيء ممكن يوصلنا لخط الامان. انما نضلنا ناطرين الظروف انها تيجي من برا، وانه هي الظروف بدها تغير هذا الواقع وتخلق لنا واقع جديد، هذا كلام طوباوي ما بيوصل لاي نتيجه. طيب البعض تحديدا بظل هذه الاداره الامريكيه لحظة. يلي هي كثير ما خاصه باي سياسه خارجيه يعني. نعم تفضل ست بولا. يمكن البعض بيعتبر انه قد يكون رساله لك هاشم السلماني وللشباب لكي لا يجرؤوا ويعيدوا الكرة أمام السفارة الإيرانية، وقد تكون العواقب أصعب في المرة المقبلة. خليني أتوقف مع فاصل وبعدين أسألك. شفناها مرات عديدة بلبنان يتم استهداف شخص مقرب من القيادة، ومن ثم إذا ما فهم القيادة يتم استهداف القيادة. البعض اعتبر حتى مسألة الشهيد الحي مروان حميدة كانت مقدمة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري. خلينا نتوقف مع فاصل أخير، بعدين رح أسألك هالسؤال، رح أطرحه أيضا على إيلي رزق ضيفي باستوديو. فاصل أخير ونعود مشاهدينا. يبدو أنه الطرد على قدم وساق. هلأ وصل لي من زميلي عمر حرقوس أنه وصل صديقه من قطر وأكد أنه الطرد بدأ. ما في شك دول مجلس التعاون الخليجي جاد بقراراتها اللي اخذها وما حدا يفهمها غلط. وساعات السفير علي عوض عسيري ما كان عم يمزح لما قال نحن ذاهبون قدما بهذه القرارات. هلا اليوم الملفت هون انه لما حزب الله بيعطينا حجه انه طالع يدافع عن اللبنانيه في سوريا وعم يضطر يروح شباب لبنانيه ودماء لبنانيه. طيب ما هو الحريبي هي الدفاع عن مصالح اللبنانيين بالخليج، لأنه اليوم نتائج سياساته في المنطقة ونتائج أنه هو هالقد التزامه بمصالح إيران التوسعية عم بيأثر على مصالحنا بالخليج، ونحن ما طالبين منه بالخليج لا يروح يدافع عنا بالمعارك ولا بالمال. الكف عن التصريح والكف عن التدخل بما يحدث في المنطقة من أحداث وبس، ويتحول إلى حزب لبناني. يعني يجب لبنانة حزب الله عوضا عن أيرانته أو ثورنته. منيحة هيك بس لأنه اليوم حزب الله يعني بس بالنسبة ضيعتني شو بدي أقول بكلامك عن الخليج ومصالح الخليج. يعني في البعض يرد عليك كمان أنتم عم بتفكروا بجيبتكم، وقت الحزب عم بفكر استراتيجيا بحماية البلد من تطرف إسلامي من تكفيريين وغيره، والمحافظة على نظام ممانع وخط إمداد وأكسجين لهذا الحزب. وهذا حق شرعي لكل رجال الأعمال وأصحاب المصالح والموظفين والكوادر الوظيفية، لأنه قطع الأرزاق من قطع الأعناق. ست بولا اليوم نحن دائما بنقول أنا وياكي فيني أتناقش بالسياسة إذا أنا معدتي شبعاني وأنا مرتاح ماليا وكافي أهلي، بس أنا وجيعان وشبعان وما في فرص عمل في لبنان. ودول مجلس التعاون الخليجي كتر خيرها عم تستقطب كل الكوادر اللبنانيه والوظيفيه وعم تقول لهم اشتغلوا عندي واستثمروا عندي، ونحن خير تجربه على كل هذا. بس احترموا القوانين المرعيات الاجراء، لانه اليوم كان هناك اثباتات انه بعض اللبنانيين اللي بيروحوا لهونيك تحت عناوين مختلفه عم بيقوموا باعمال لتامين دعم مالي ودعم
سياسي لحزب الله، حتى حزب الله كان عم بيجاهر بمواقفه بالتدخل بشؤون بعض دول الخليج. انتم كلبنانيين تكونوا عم بتدافعوا ضد هذه القرارات بدل ما تأيدوها بهذا الشكل؟ اليوم أنا سؤالي ست بولا، نحن كقطاع خاص وكهيئات اقتصادية ورجال أعمال، ولا كان الحريبي وزير خارجية لبنان هو أن يبادر فورا إلى دعوة للقاء مع سفراء المعتمدين لدول مجلس التعاون الخليجي لسؤال عن هذين القرارين؟ لأنه نحن بنفهم القرار الأول أمني على أمن المواطنين السعوديين وحقهم، والقرار الثاني أمن دول مجلس التعاون الخليجي الداخلي. بس أين هو وزير خارجية سوريا في لبنان، أو الوزير الخارجية اللبناني بدي أقول، الذي يدعم النظام السوري في كل اجتماعات والقمم العربية ويدافع عنه، واليوم لم يمتثل إلى قرار وطلب من فخامة رئيس الجمهورية لإرسال لمجلس الأمن يا أخي شكوى بالاعتداءات اللي عم بتصير على سيادة لبنان. هذه الكارثة الكبرى. لما عندك وزير خارجية هو نائع عن نفسه للدفاع عن مصالح اللبنانيين، نحن ما علينا غايات اقتصادية، ومشكور الرئيس محمد شقير بجهوده بغرفة التجارة والصناعة، وهي أنشأنا هيئة لتنمية العلاقات اللبنانية الخليجية والسعودية. بس الهيئة مش ضابطة. الهيئة مش ضابطة مع الهيئة. لا لأنه ينقصها الهيئة مش ضابطة مع الحكومة ومع القيمين اليوم بأجهزة الدولة اللي هن بيعين لبنان ومصالح اللبنانيين، ورايحين عم يعملوا مصلحة إيران ومصلحة سوريا في المنطقة، ودون الالتفاف إلى تحسين صحتنا الداخلية. لأنه ما في اقتصاد إذا ما كان في توافق سياسي على مفهوم الشراكة في الوطن، مش هيك؟ نعم. وما كان في استقرار أمني ست بولا، والاستقرار الأمني بده توافق سياسي. أي اقتصاد نتكلم عنه؟ نحن عم نطلع أصواتنا وبيسألونا ما في إلا الحكي وما اشتركوا بالحكي. طيب يا خيي نحن لازم نحكي، لازم حدا يحكي ويقول يا حزب الله انت شو طالع تعمل فوق. ويا استاذ احمد الاسعد تفضل وقال انه راح له شهيد، عم ينزل الزلمه يخاطر بامواله وبارواحه وبكل ما يملك لمواجهه هذا المشروع، اخذ لبنان رهينه لأهداف إقليمية تتعلق بدول أخرى لا ناقة لها للبنان ولا جمل. بما أنك فعلا شاطر بالكلام، أنا بدي أوعدك بحلقة ثانية أستاذ إلي، ظلمتك أنا الليلة يمكن بالوقت وبضيوف كانوا كتار، ولكن يعني الحدث يملي علينا أحيانا أن تروح الأمور بهذا الاتجاه. أستاذ أحمد الأسعد، بعد ما انتهت هون الشيق هلا الان عم بيلوموني كثير على تويتر انه كيف بقول لك عم تبعت الشباب على الموت، وألا تخاف أن تكون يعني فعلا هاشم السلمان رسالة لك شخصيا لكي تتوقف عن التظاهر، و يعني أحد شو بيمنع، اعذرني على التعبير، يعني أن تكون حضرتك حتى التالي. شو اللي بيرد حزب داخل بجيش إلى سوريا يعني يمارس فعلا حرب ضد شعب، ضد طرف آخر، يعني بموضوعية ما بعرف كيف بدي أوصف الأمر. فأستاذ أحمد لوين رايح الأحد؟ ست بولا، أنا إنسان منسجم مع نفسي، وبالتالي أنا عارف مخاطر الأحد. بس اليوم في واقع عم نعيشه بلبنان، يعني حقيقة بدنا نكون هيك شفافين ونسأل حالنا. وبعدين اليوم بلبنان ست بولا ما في ظروف خارجية بتخلينا نتأمل بالخير، لا سبب أساسي إنه اليوم وعم نشوف هذا الشيء بالشيء اللي عم بيصير بسوريا، إنه عم بتطول القصة كتير لسبب أساسي إنه ما في شيء بينحسم بعالمنا إلا إذا أمريكا وقفت وهي أخذت المبادرة. واليوم أمريكا بإدارة أوباما منا مستعدة تاخد أي مبادرة بالنسبة للسياسة الخارجية. يعني السياسة الخارجية بهيدي الإدارة الأمريكية هي إنه نقي بالنفس. فاليوم ما عنا شيء نحن ننطره بده يجي من الخارج. عندك الإيراني كونسيستنت، كشعب لبناني الإيراني كونسيستنت. خليني أكمل فكرتي. كملها. خليني أكمل فكرتي. نحن اليوم كشعب لبناني ما عنا إلا نعتمد على حالنا. نحن بدنا نخلق معطيات، ما بيصير انه نضلنا هيك قاعدين عم نتفرج على هالمشهد هذا، على هالدوامه هاي، وفي حقيقه البلد عم بيموت بين ايدينا، بلد كل ماله لورا. هلا يعني بعدنا عم نحكي انه قديش في عدد هائل من المواطنين اللبنانيين يمكن يرجعوا على لبنان وما عندهم اكيد اي شغل يعملوه بلبنان. فبالتالي بده يكون في مبادره. نحن اخذنا على عاتقنا بالانتماء اللبناني انه نحن نكون هالمبادره. هاشم اخذ هالمبادره. صحيح ما كنا متصورين انه الامور ممكن توصل لقتل،
لأنه نحن عندنا تاريخ طويل عريض مع عناصر حزب الله، بيصير في ضرب، بيصير في عصي، بيصير في تدفيش، بيصير في حرق، بس انه قتل بعد ما وصلنا لهون تفاجئنا. بس بالتالي شو بنعمل يعني؟ انه بنتراجع، انه بنقول والله هاشم هيك راح يعني دعان؟ ما بيصير. بالتالي بدنا نكمل، بدنا هيدي الرسالة اللي حاول هاشم يقولها واللي نحن صرنا سنين وسنين عم نقولها، انه بدنا نحن نواجه الامور وما نهرب منها، وهيدا البلد بدنا ناخذ نحن المبادرة لفعلا نخلق معطيات جديدة، بدنا نعملها هيدي الأحد. تعتقد العدد سيكون أكبر هذا الأحد؟ أنا ست بولا، أنا كأحمد الأسعد، أنا ما فيني، وهذا شيء أنا دائما بقوله، إنه ما فيني أنا أقول للعالم والله الإشارة الحمراء وقفوا عليها وإشارة خضراء امشوا، وأنا اعتبر حالي فوق القانون، حمراء صفراء خضراء بمشي. لا، غصب عن راسي أنا أول واحد بدي أوقف على الإشارة الحمراء وبدي أمشي على الإشارة الخضراء، أكون قدوة. أنا بدي أكون قدامهم لهالشباب أكيد. استاذ احمد، تعتقد انا ما اكون قدامهم؟ تعتقد دم هاشم رح يخلي شباب يعني اكثر تنزل معك ام شباب اقل؟ او اهم انه هاشم انه حياته لهاشم ما كانت. ايه تفضلي ست بول. عم بسألك، دم هاشم السلمان رح يخلي انه شباب واعداد اكبر تكون معك نهار الاحد، ام على العكس رح يخافوا؟ حقيقة انا متأمل خير، انما بالتالي شو ما كان العدد ست بولا، منه العدد هو المهم، هو رمزية الموقف، هذا هو المهم. شو ما كنا عددنا، رمزية الموقف انه في ناس عم توقف وتقول لا، بعدنا بلبنان إلنا حق نعبر عن رأينا بكل حضارة، شو ما انتم حاولتوا تقتلوا فينا حنضلنا نحن بنفس الممارسة. فهذا الموقف، هذا ما فيك انت تشوفي قديش العدد يلي هن حقيقة كانوا موجودين عم بيعبروا عنه. يعني هو الموقف هو بحد ذاته هذا الحدث. نعم. بدي اشكرك استاذ احمد الاسعد، ان شاء الله بنشوفك كمان باطلالات اخرى، والله يحميك، يحمي جميع اللبنانيين في هذه الظروف والايام الصعبه. شكرا لك استاذ. الله يخليك، والله يحمي اللبنانيين الانتشار، لانه صرنا معرضين مثل الاستاذ احمد نحن بامننا وباقتصادنا. واليوم الجدير بالذكر انه كل اللبنانيين المقيمين بالخليج مش بس عم بيساعدوا الاقتصاد بالتحويلات اللي عم يعملوها، حتى في قنصليه العامه بجده في جالية تبرعت في الأرض، وهناك أعضاء بالجالية عم يتبرعوا بعينات بهبات عينية لبناء القنصلية والنادي اللبناني. يعني الجالية مستعدة تتبرع بمالها لدعم هالحكومة. وينه دعم الحكومة لهذه الجالية؟ شكرا لك أستاذ لي. بدي أشكر كمان ضيفي من المملكة العربية السعودية الأستاذ محمد الزلفة، والسفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري على وجودهم معنا. بدي أعتذر صديقنا والصحافي أستاذ علي الأمين ما قدر يكون موجود أيضا معنا في هذه الحلقة. أنا بدي أعطيكم موعد الأسبوع المقبل بحلقة مميزة جدا، الإطلالة الأولى للواء المتقاعد أشرف ريفي، وسيتحدث في هذا اللقاء عن الكثير من أيام ممارسة وجوده على رأس طبعا قوى الأمن. هنالك ملفات كثيرة سنتحدث معها مع اللواء ريفي، كانت أمنية، سياسية، سياسية أيضا. ترقبونا الأسبوع المقبل 8:30 مباشرة من طرابلس مع الحلقة المنتظرة من كثير من الناس مع اللواء أشرف ريفي. شكرا لكم، بشوفكم الأسبوع المقبل.